لطبقي دلوقتي هحتاج بصلاية متقطعة كده، وهقليها زي ما بنعمل التقلية، تقلية البصل بتاعة الكشري دي بالظبط. هنحط شوية زيت كده وعلى النار. نزلت بالبصل وهسيبه لحد ما يتقلي. وكمان هنا عندي كوباية من الرز المسلوق. كمان هحتاج لمقدار من الشوربة، والشوربة المتاحة عندك سواء شوربة لحمة او شوربة فراخ مش مشكلة، الاتنين هيأدوا الغرض. اما بقى دلوقتي فانا جبت نص كيلو لبن، حطيت عليه 3 معالق مليانين من الدقيق ومعلقة كبيرة من السمنة، وهحتاج كمان مكعب من مرق الدجاج. ودلوقتي هقلب على البارد وبعدين اخده واحطه على نار عالية. مجرد ما بيسخن بوطي النار خالص وافضل اقلب فيه لحد ما يتقل، وبعدين كل ما يتقل اضيف شوية من الشوربة اللي عندي لحد ما اوصل لسمك، بصوا زي ما انتم شايفين كده، لحد ما اوصل لتقل مناسب. ولما وصلت القوام لا تقيل ولا خفيف حطيت نص مقدار الرز المسلوق اللي كان عندي، وكمان بشرت طماطمايه، وهسيبه دلوقتي اقلبه في بعضه واسيبه شوية يعني 5 دقايق تقريبا كده على النار. دلوقتي انا حطيت معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، وكمان بشرتين من جوز الطيب، وهقلب. اخر حاجة هي اني حطيت معلقة من البصل اللي انا كنت قلياه، وعايزة محتاجة طعمه يكون في الوصفة بتاعتي اكتر، وباقي البصل هسيبه للجنش. هنقلب كده وهنطفي عليه وهنسيبه يعني مثلا 10 دقايق كده بالظبط قبل ما نغرف. وادي الطبق بتاعي بعد ما انتهيت منه، وده اصلا كافي بالنسبه لي قوي، جنب شويه مخلل بيبقى حاجه يعني مش قادره اقول لكم بتبقى عامله ازاي.